جلال، هو ايه رأي الناس في السوق العقاري في مصر؟ انت لو سألتي 10 أشخاص عن السوق العقاري في مصر هتسمعي 10 إجابات مختلفة. في اللي شايف إن السوق العقاري فيه بزيادة وفي قاعة عقارية كبيرة، وفي اللي بيشتري وهو مش فاهم، وفي اللي بيقولك دايما العقار بيكسب. لكن في الحقيقة السوق العقاري في مصر ليه مفاتيح، ولو فهمتها تقدر تكسب منها كويس أوي. أنا محمد جلال، ودي أول حلقات فك شفرة السوق العقاري. بيمر بمرحلة حساسة ومواجهات قوية جدا، وأكتر المواجهات دي إن اللي قدامك بتواجه السوق العقاري الدولة، المطور، البنوك، العميل والبروكر. من حيث الدولة إن هي بتبني مشاريع قومية، والمطور العقاري هو المسؤول مسؤولية كاملة على الأسعار، وهو اللي بيحط الأسعار في السوق العقاري المصري. والبنوك طبعا الفايدة. دايما العميل بيبص إن فايدة البنك ولا العقار هي اللي بتكسب أكتر. وعندك العميل بيبقى قدامه كل ده، ما بيقدرش يشوف فين الصح وفين الغلط وفين الكويس وفين اللي مش كويس، ويكسب من انهي مشروع بالظبط. وهنا يجي دور البروكر، ودي أهمية البروكر الشاطر والفاهم، ان هو يساعد العميل ان هو يوصل للهدف بتاعه والمصلحته اولا. العقارات بتكسب في حالة واحدة بس، ان انت تختار صح. هي ممكن تخسر او ممكن تخسر طبعا، بس خلينا متفقين ان العقار كده كده بيكسب. مش تخسر كقيمة، بتخسر في وقت المكسب. يعني ايه؟ ازاي اختار عقار صح وازاي اختار عقار غلط؟ اختار عقار صح من حيث الموقع، من حيث المطور، من حيث الاستلام امتى. وكل ده بيجي بعد الهدف الاساسي او الحاجة الاساسية، الميزانية بتاعتك ايه. ولا تعدي الميزانية ولا تيجي على نفسك. شوف ميزانيتك واشتري على قد الميزانية بتاعتك، علشان تقدر تكسب وعشان ما تضغطش وتخسر فلوس تحويشة عمرك. لا، هو مش مجرد وسيط ولا سمسار بشمسية ولا مصطلح وخلاص. هو مستشار عقاري دارس السوق كويس قوي، وبيقدر يساعدك ان انت تلاقي الحاجة الصح، وبيوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. البروكر مهم جدا مع كتر المطورين العقاريين وكتر المشاريع. هو بيبقى دارس اكتر بكتير، وده البروكر الشاطر والبروكر اللي فاهم. السوق مش عشوائي، ليه مفاتيح، ولو عايز تستثمر صح يبقى لازم تخطط وتسأل وتشتري بعقل. اشترك في القناة، استنى الحلقة الجاية عشان أفهمك الفرق ما بين البروكر والمطور، وإزاي البروكر ما بياخدش منك حاجة وبياخد منك.